وابو جهل يسمع القرآن ومات كافرا، والنجاشي سمع القرآن، وعيب علينا ان يسمعون المشركون القرآن ويتأثرون، وانا وياك مسلمين بالفطرة ونسمع القرآن ولا نتأثر، ما نعرف شيء من القرآن الا ان نسمع اصوات فقط. القرآن تدبر القرآن، فهم القرآن والله لو وضع القرآن على محاكم المسلمين لقام العدل، ولو وضع القرآن في مستشفيات المسلمين لشفيت المرضى، ولو وضع القرآن يحكم بين الناس لأصبح العدل والإنصاف والحق في العالم كله، لو كان هذا القرآن في بيت من بيوتات المسلمين لأصبح الاستقرار والهدوء والمحبة والوئام والمودة. والله لو كان هذا القرآن هو الدستور الذي تمشي عليه الدنيا كلها ما عاد احتجنا إلى أن نرفع مطالبة بحق أو بعدل أو نطالب بخصومة. هذا القرآن، هذا أثر القرآن. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم